السلام عليكم زيونات المهمات الخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وعواشر مبروك ان شاء الله يا ربي. كيف ما وعدتكم دائما كنشارك معكم التقضيه ديال كل شهر اللي كناخذ فيها البنات غير الضروري، وديما كنقول لكم انا التقضيه ديالي كناخذ فيها غير الضروريات اللي خاصهم يكونوا في كل بيت، ما كناخذش الكماليات نهائيا. بالنسبه لي الكماليات البنات مي كنحيد الضروري اللي خاصو يكون في كل بيت. شاطت ليا شي حاجه كنمشي نجيب بها الكماليات، ما شاطش ليا كنكتفي بانني انا عندي الضروريات في الدار فقط. وهذا ما كان. بالنسبه للتقديه البنات اللي تقامت عليا في الهريد، تقديت ب 4800 يعني 240 درهم، ولكن راه ما داخلش فيها الطحين البنات خديته من كازيون بواحد الثمن اللي زوين بزاف. البنات خديت الطحين انا غنشاركو معكم 10 كيلو خديتها ب 38 درهم، راها زوينه البنات وكلشي كياخدو. وبالنسبه للتقديه ديال النظافه البنات بوحديتها ما داخلاش كاع نهائيا في التقديه ديال الليري. التقديه ديال النظافه البنات راه تقامت عليا ب 3400. المهم التقديه ديال النظافه راه فيها تيد، فيها جافيل، فيها اوني، فيها بابي جينيك، فيها بابي كويزيني، المهم فيها بزاف حتى هي. ومهم نتمنى هذا الفيديو تاوينا لاعجابكم، وكيف ما كنقول لكم دائما ما تبخلوش عليا بلايكات وتعاليق وتبارطاجيو القناه مع احبابكم وصحابكم، واللي ما مشتركش معايا في القناه كنقول لك ما تبخلش عليا بالاشتراك ديالك، كتشجعني به هو واحد اللايك فضلا وليس امر منك. نبداو على بركه الله. هنا البنات في التقديه ديالي ديال كل شهر عندي ضروري كناخذ الباكيه ديال السكر ديال القهوه، كناخذ وحده من الباكيات ديال اتاي، كناخذ ثلاثه البنات. ديما في كل شهر كناخذ ثلاثه. الا شهر ما استعملتش بزاف السكر وشاطت ليا وحده، في الشهر الاخر كناخذ غير جوج، ما كناخذش ثلاثه. المهم انا في هذا الشهر كانت الاغلبيه بزاف الحوايج ما بقاوش عندي، لان في الشهر الاخر يعني كنت غير ديبانيت، يعني كانت بقى عندي شي حاجه وزدت عليهم شي حوايج. بالنسبه للبنات انا هنا دابا خديت وحده سكر وخديت ثلاثه ديال اتاي. بالنسبه لهادو البنات ديال السكر راه كدير 7 دراهم، وديال اتاي راه كدير 6 دراهم. بالنسبه لهاد السطيله البنات ديال الشكلاط، بدلت هاد المره، بدلت هاد النوعيه ديال الشكلاط، خديت هاد السطيله البنات خديتها ب 25 درهم. المهم كل وحده تشارك معايا الاثمنه، يعني بحال انا كنشارك معكم الاثمنه، يعني ما كرهتش شي وحده تاهي في اي مدينه تشارك معايا الاثمنه ديالها، نشوف واش كنا بحال او لا. هدا البنات خديته ب 25 درهم. هادو البنات ديال اتاي راه ما واصلش 6 دراهم، ما واصلش 6 دراهم، خديته غير بخمسة، 5 دراهم ونص و10 ريال. بالنسبه لهذا البنات خديته ب 13 درهم كونفيتير، كناخذ ديما ديك القريعه ماين. بالنسبه لهاد الفرماج ديال لي زونفون ديال 96 البنات خديته ب 1365 درهم. كونفيتير البنات قلت لكم راه خديته ب 13. هنا البنات راكم عارفين انا كناخذ هادو على ود، راكم عارفين الساندويتشات الوليدات وداكشي كناخذهم كل شهر كناخذهم. المهم انا راه ما كنكثرش ليهم ولكن كناخذهم كل شهر. مايونيز البنات ديال الدار هو كيتقام اقتصادي ولكن انا راه دغيا كيفسد ليا ما عرفتش علاش. المهم اللي عندها شي طريقه باش ما يفسدش ليا مايونيز ديال الدار تشاركي معنا، حيت انا هذا ما كنستعملوش ديما، غير مره. راكم عارفين دايرين 13. بالنسبه لهاد الخماره البنات خديتها ب 4 دراهم و50. الخماره الحلوه راكم عارفين حتى هي 4 دراهم و50، خديت منهم جوج البنات حيت هاد الشهر ما خديتش الفاني، مولفه كناخذ وحده فاني وخماره ووحده كاكاو. هاد الشهر البنات ما خديتش ديال الكاكاو وما خديتش الفاني باقا عندي، د الكاكاو باقا ما خديتهاش. بالنسبه لهاد السنيده البنات خديتها ب9 دراهم. المهم البنات واحد الهري كيكون ناقص في الاثمنه، خديتها ب9 دراهم يعني بحال كيبيع الجمله. هادو اتاي البنات خديته ب 13 درهم، داك الشهر خديته غير ب 12 درهم، هاد الشهر خديته ب 13 درهم، خديت ثلاثه. راكم عارفين ان البنات ديما كناخذ ثلاثه ديال الباكيات. وقالت لي واحد السيده بان راه في بيم كاينه واحد الباكيه فيها وقيلا نص كيلو، قالت لي ب 25 درهم. المهم الصراحه الشهر الجاي نقدر نشاركها معكم، انا ما مشيتش لبيم حيت ما حداياش، خاصني يعني واحد البلاصه بعيده باش نمشي ناخذ داك الشيء من بيم. بالنسبه لهنا البنات ما خديتش بزاف ديال المعجنات اولا بزاف ديال الحوايج. خديت اللوبيا البنات، خديت غير ويبعه ديال اللوبيا، حيت اللوبيا هي بصراحه كتجي زوينه وانا من عشاق اللوبيا ولكن كضرني وتا شي واحد ما كيبغيها ليا، ولكن انا ملي كنتشهاها كناخذ غير ويبعه بحال هكا كنديرها وصافي. بالنسبه لهنا البنات خديت كيلو ديال السميده،
رقيقه، وخديت كيلو ديال الفينو. راكم عارفين يا البنات كنت في التقضيه ديالي كناخذ السميده البيضاء. هاد الشهر ما خديتهاش لان باقي عندي تقريبا داك الشهر، باقي عندي تقريبا شي كيلو، صافي قلت ما كاينلاش ناخذها. خديت البنات كيلو ديال الفينو. راكم عارفين الفينو كنحتاجوه بزاف بحال هكا في مع الرغيفات، مع في البيتزا وداكشي. خديت البنات نص كيلو ديال لي باط مجعبه، وخديت ربعه ديال البلبوله، وخديت نص كيلو ديال الشعريه ديال السفه. المهم بصراحه هادو مبقيتش عاقل على الاثمنه ديالهم، ولكن الاثمنه ديالهم باينه غيكونوا باينين. بالنسبه لابريري البنات خديتها ب 11 درهم، ليليا خديتها ب 9 درهم. هاد ليليا البنات كنديرها غير في الحريشات، بحال هكا لا بغيت ندير الحرشه الحريشات كنخلط داك الكويس ما بين الزبده وزيت. وبالنسبه لابريري البنات راكم كندير بها حليوات. هنا البنات خديت الضويمات ديال الزعفران، واخا انا هادشي عارفه ماشي صحي وكلكم غتقولوها ليا، ولكن لي بات كنبغي نسمهم بكنور. وديك الضويمه ديال الزعفران كتعجبني بحال هكا في كسكسو ولا في سميتو كتعجبني. المهم خديت هاد الثوم البنات، الثوم المجفف البنات خديته حتى هو من كازيون البنات. هاد الثوم المجفف خديته من كازيون ب 12 درهم، كيعجبني البنات. وان شاء الله غادي ناخذ حتى داك البصله بودر. المهم بعد المره كتبغي ديري شي عماره ولا شي حاجه كتبغي تنسمي بها، وهاد الثوم المجفف راه كيجي زوين بزاف البنات. بالنسبه للطحينه البنات رائع جدا رائع جدا البنات. طحين ديال كازيون 10 كيلو انصاف كدير 38 درهم. هو البنات راه ماشي حرش، هو رطب. راكم شفتوني كنت كناخذ طحين، كنت كناخذ 5 كيلو ديال الطحين حرشه، وكنت كناخذ 2 كيلو اولا 3 كيلو ديال الطحين رطب. هاد الشهر قلت ما غاديش ناخذ هكا وما غاديش ناخذ هكا، غادي ناخذ هاد 10 كيلو ديال الطحين. في نفس الوقت غتقام اقتصاديه، وفي نفس الوقت كتجي زوينه في الخبز، وكتجي زوينه في الرغايف، وكتجي زوينه في الحلويات وفي كلشي. المهم كياخذوها الناس بزاف. هانتوما البنات راه خديتها ب 38 درهم. ما بانتش في الفيديو، ولكن خديتها ب 38، واي كازيون راه غادي تلقاوها فيه في نفس الثمن، بنفس الثمن. وبالنسبه للبنات السنيده حتى هي راه خديتها في كازيون ب 9 دراهم. المهم البنات كازيون راه بعد المره كيديروا شي حوايج اللي كينقصوا فيهم في الثمن، ولكن ماشي كلشي، غير شي حوايج. انا البنات يعني من طبعي في التقضيه ديالي كنبقى ندور، يعني كنبقى نشوف هنا ونشوف هنا ونشوف هنا، واللي كنلقاها ناقصه في الاثمنه كنديها. بالنسبه لهنا البنات المواد ديال النظافه، هنا البنات المواد ديال النظافه في صراحه حتى هما كيشدوا لنا الصريف شويه، ولكن ضروري يعني مادام كنتقداو هذا الشيء مره في الشهر راه ماشي مشكل. بالنسبه للبنات التيد راه انا ما كناخذوش كل شهر، راكم عارفيني انا التيد ما كناخذوش كل شهر، كناخذوه مره في الشهرين. وتقريبا راه تسعود الكيلو كدير ليا شهرين ونص، راه نقدر ناخذوه مره في 3 شهور. المهم لاحظتوا شحال هذه ما شاركتش معكم التيد، لان كيكون عندي الباكيه ديال التيدا البنات. هاد بانو اول مره غنستعملها، نتمنى اللي شافت هاد الفيديو كانت يعني وكانت مجربها تقول لي. خديتها ب 85 درهم، ب 85. بالنسبه لاتشي البنات خديته ب 13، اوني ب 13. المهم خديت لانجيت خديتها البنات هذا مولفه كناخذ باندو، ولكن بصراحه ما بقاش كيعجبني هذا الشهر. هذا جربت هذا، غادي نجرب هذا وغنشاركو معكم ان شاء الله. هذا البنات راه خديته ب 20 درهم، هو فيه غير 6 باندو، فيه 9، ولكن واخا فيه 9 راه فيه 9 صغارين، هذا راه فيه 6 كبارين. وخديت هذاك البابي ديال الكوزينه ضروري ما كينفعني. خديت واحد الصابونه لانجيت البنات، راكم عارفيني كنمسح به الشريجمات. هاد القريعات البنات خديت منهم 3، ولكن غادي نزيد منهم، هما كيديروا 5 دراهم. كيعجبني بحال هكا الرايب اولا، المهم اولا شي تحليه ولا شي حاجه ملي كتغطيها كتجي كتبقى مزيانه البنات، كتجي احسن. يعني ديما كنت كنقول غناخذهم. عاد كتاب هذا الشهر حيدت منهم 3، ولكن ان شاء الله من غنكمل التقضيه ديالي نحيد البيض نحيد سينيال، باقي ليا بزاف د الحوايج البنات ما خديتهمش. يعني انا شاركت معكم غير داكشي اللي خديت. مازال ناقصني البيض في التقضيه ديالي، ضروري ما كندخلوا معها التقضيه ديال الدار لان كينفعني بزاف في الدار، وديما كناخذ بلاطو، وان شاء الله غادي ناخذو في هاد التقضيه البنات. تقديت يعني المجموع ديال التقضيه تقام عليا ب 9000 ريال. يعني ملي كناخذ البلاطو ديال البيض كنكون خسرت في الشهر 1 ل 10000 ريال، اللي فيها غير الضروريات ما فيهاش الكماليات نهائيا. الكماليات البنات كتبقى على حساب كان عندك شي، يعني كانت عندك متوفره شي حاجه زايده كتمشي تاخدي بها داكشي اللي ماشي ضروري وكتخليه عندك.
وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وبالاشتراكات ديالكم فضلا وليس امر منكم كيف ما كنقول لكم دائما. وان شاء الله غادي نشارك معكم كل حاجه وكيفاش كنظمها وكل حاجه كيفاش كنحتفظ بها وكل حاجه كيفاش كتوصل ليا الشهر بالشهر. وشكرا لكم.